بص، انا مش عايز احبطك او حاجه، بس هي الفكره ان اللغه مش منهج محطوط، وانت لو بذلت مجهود او وقت اكتر من الطبيعي هتخلصها او هتوصل لها في اسرع وقت ممكن. اللغه مش كده، اللغه بتحتاج وقت طويل جدا علشان تدخل جوه عقلك وهو يتعود عليها، ويفهم الناس وهي بتتكلم اللغه دي، ويعرف يعبر عن اللي هو عايزه. فاللغه بتاخد وقت طويل عشان يحصل ده. انما لو انت بذلت نفس مجهود او المجهود اللي انت بتقول 30 ساعه في الاسبوع، يعني 4 ساعات في اليوم، لو بذلت المجهود ده مش هتوصل للبيتس باي لو المستوى ده بشكل سريع، قد ما انت هتوصل له بس بشكل ثابت وقوي في دماغك. يعني احنا مش بنخلص اللغه بسرعه، احنا بنثبت اللغه في دماغنا اقوى، ده الفرق. ف6 شهور قليل جدا على المستوى ده حتى لو ذاكرت كتير، بس الفرق هنا انك بعد سنه مثلا لما توصل، وده اقل حاجه عشان توصل للبيتس باي، بعد سنه البيتس باي او المستوى ده هيبقى في دماغك بشكل قوي جدا، عكس ما انك تذاكر قليل. فالفكره هنا الساعات الكتير مش بنخلص المنهج ولا المستويات بسرعه، قد ما بنثبت المستويات في دماغنا، وهو ده الفرق.